اخذكم معي على سد اللوز الشعار. مين من سكان هي المنطقه وبيعرف هي المنطقه؟ الله يسعد اوقاتكم وايامكم. بتمنى ممكن تحطوا لايك للفيديو يا جماعه وتشيروا القناه، خلي اصدقائكم يتابعونا. تابعوني من تليفونات بيتكم. بتمنى ممكن تحضروا الفيديو لاحسن احقق شروط القناه. مين بيسكان هي المنطقة بيعرف سد اللوز الشعار يا جماعة؟ رحت أنا قلت حالي خلص نازلة على حلب، خليني أشوف أسعار اللبس بحلب مثل بعزاز. طلع يا جماعة أسعار اللبس بحلب أرخص من عزاز، ما بعرف ليش، مع إنه نفس البضاعة ونفس الشيء. شايفين هذا الزلمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، شايفين كيف أطرافه رايحة بالحرب وفاتح بس طبعا بيترزق. الله يرزقه، الله يرزقه، الله يرزقه. امان برقبتكم يا جماعه، بس تشوفوا هيك ناس فاتحين عم بيترزقوا الله اجبروا بخاطرهم، لا تفاصلوهم على السعر. قديش بيطلبوا عطوه زياده، بيستاهلوا، لانه رغم اعاقته فتح بسطه بسيطه يعيش منها، يعيش عيلته منها، ما استسلم للحياه. الله يسعد قلبه. قلت له ممكن اصور؟ قال لي وين بتنشري؟ قلت له على اليوتيوب، على التيك توك. قلت له ممكن اصور؟ قال لي صوري. شاب انبسط، حسيته كتير فصورته وقلت له يعطيك العافيه. وبعدين قلت لا انا راجعه لاوصل لحتى السيرفيس، صرت اصور لكم لقطات انا ماشيه. بس بصراحه التصوير مو كتير هيك عم بهز، لانه ما بدي العالم تشتري انه عم بصوركم، لانه يمكن في منهم بيتضايقوا وما بيقبلوا. المهم مع انه مع نفسهم يصح لهم بدها تشهرون زهرة حلب. ولي على بعضكم. شايفين يا جماعة؟ بتقولوا لي زهرة كبرانة 20 سنة بحق سوريا، والله مش شوفات اللي عم بشوفها يا جماعة. ما بتمشي بشارع إلا فيها 7 8 إعاقات، ما بتقعدي مع مرة إلا ما بتقلك أنا أرملة أنا أرملة، ما بتشوفي ولد إلا ما بقلك أنا يتيم. والشغل شوفت عينكم، الله يكون بعون الناس. الحمد لله رب العالمين، خيته اللي بيرضى بالعيش بالاخير. هي سنة الكون والحياة. واحلى شيء عجبني الصرافين بحلب، خيته كل واحد عامل مكتب بكرتونة الدخان، يسعد دينهم. سلمت عليهم مرحبا خيو، قال اهلين. قلت له شلون الشغل؟ قال والله داير هالايام. قلت له عم بفكر افتح مكتب جبكن. ايش ضحكت. بعدين كملت طريقي. ومين بيعرف هي المنطقة؟ جماعة الزناقيل معهم مصاري، يعرفوا لي اسم هالمنطقة.